في الفيديو ده هاقول لك على حقيقة بتحصل معاك كل يوم وأنت داخل السوبر ماركت. أنت مش بتدخل السوبر ماركت عشان تشتري، أنت بتدخل عشان تتوجه لمنتجات معينة. ما تفكرش بقى كل خطوة بتمشيها أو كل رف بتبص عليه أو كل منتج بتمد إيدك ليه إن دي صدفة، لأ ده تخطيط منظم. ده بقى اسمه البلانوجرام، اللي هو السلاح السري اللي بيخلي المحل يفكر بدالك. معنى كده إن المنتج المرصوص في مستوى عينيك مش لأن هو أحسن، لكن لأن هو محطوط هنا عشان يتباع. والمنتج بقى المرصوص في آخر رف مش وحش، بس هو مش مهم بالنسبة ليهم في البيع. هتقولي بقى زي إيه؟ زي بقى الشيبسي جنب المشروبات، والشوكولاتة اللي جنب الكاشير، والعروض اللي بتتحط في دخلة الهايبر. ده بقى مش تنظيم، ده لعب على نفسيتك عشان تشتري من غير ما تاخد بالك. السؤال بقى الحقيقي النهارده إن أنت هتفضل زبون والّا هتستخدم نفس السلاح في محلك؟ وأكيد طبعًا أنت كده فهمت. لو عندك محل والرفوف عندك مش بتبيع، يبقى المشكلة مش في البضاعة، المشكلة في الترتيب. لو عايز بقى تفهم أكتر عن البلانوجرام وإزاي تستخدمه في محلك صح، تابعني على قناة اليوتيوب عشان هتلاقي هناك التفاصيل كاملة، وهاسيب لك رابط الحلقة في الكومنتات. وما تنساش بقى تشترك في القناة عشان هيوصلك كل جديد، واللي جاي كمان تقيل عن عالم الهايبر ماركت.